اجي ونحضروا عصير اولا مشروب سهل وبسيط وكيجي منعش. سجلوا عندكم هكا لشهر رمضان، لانه غادي ينفعكم بزاف، وانا اكيد انه غادي ينال الاعجاب ديالكم وكيجي لذيذ 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 بزاف. اول حاجه كناخذ برتقاله وحامضه اللي كنحاول هكا نحكم غير شي شويه، كناخذ منهم غير شويه، ما تكتروش وما توصلوش هذيك القشره البيضاء باش ما يجيكمش العصير مر. سينو اللي كيبغي ايفيتي هاد المرحله هذه يحيدها ويدير الحامض والليمون نيشان كيما شفتوا. من بعد ما حكيتهم كنحيد هذيك القشره البيضاء لانها هي اللي كتطلق المروره في العصير وكيجي قاصح. ضروري هكا كتحاولوا انكم تنقيو الحامض والليمون ديالكم مزيان. من بعد كنقطعوا طروفه وكنحيد هكا الا كانوا شي عظومه، وكنحيد هذاك الخيط اللي كيكون هكا ابيض، لانه كما قلت لكم حتى هو كيطلق واحد المروره في العصير. كما شفتوا قطعت الحامضه والليمون بهذا الشكل. كناخذ الخلاط الكهربائي كنديرهم، كنزيد هذاك القشوره. كما قلت لكم هذا كيبقى مرحله اختياريه، ملي كيعطيو واحد البنه زوينه. كندير بنانه وتفاحه وحده مع دانون الا كان عندكم ديال الفاني. انا كان عندي دانون طبيعي فدرته مع واحد جوج المعالق كبار سنيده، والحلاوه كتبقى على حسب الذوق اللي يمكن لكم تعوضوها بالعسل. زدت هنايا اطرو ما وصلش الاطرو ديال العسل باش نكون معكم، ما درتش اطرو كامل ديال الماء. وكنخلطوا جيدا، يعني حتى كيتخلطوا جميع العناصر. في هذه المرحله الا كنتو كتبغيو صفيو سينو شربوه هكا كيجي رائع ومنعش ولذيذ. جربوه وكنتسنى التطبيقات ديالكم كيف ديما. ما تبخلوش عليا باللايكات والتعاليق. بسلامه الى فيديو